نقول لك؟ كتعرف واحد الحاجه اللي كتجيك من بعد ما كتمحن عليها مزيان وكتمخط وتتكرفص وتتعاني، ما كتجيش في نفس ما كتجيش بنفس الاحساس والشعور. فاحساس ديال الثقه انا بالنسبه لي منعدم. احساس الثقه في ان اعضاء الحكومه يسهرون ويعطون الاسبقيه والاولويه لما هو في مصلحه المواطن، اشك في ذلك. بل انا لا اشك، انا متاكد. هذا كلامي انا شخصي واتحمل مسؤوليتي، هذا احساسي انا كمواطن بعيدين كل البعد. ولو دكتور كان استجابه للمطلب ديال المواطنات والمواطنين هذه الاستجابه هي شكل من اشكال الرشوه باش يغطيو على التجاهل ديالهم، باش يغطيو على اللا احساس، على اللا اهتمام بمعاناه المواطنين. جاو اليوم لانه احنا ما بقاو بيننا وبين الانتخابات الا شهرين، يونيوز وغشت، فيدخل شهر شتنبر غادي يكونوا انتخابات، تكون بدات الحمله الانتخابات. دابا حنا رحنا في حمله سابقه لاوانها. دابا فين ما كانت شي حاجه زوينه تمحنا عليها وهرمنا من اجلها غادي يخرجوها لنا دابا، واحتمال كاع يخرجوا لنا الحواله، وقلنا الحواله موجودين للعيد، والعيد رحنا غادي نعيدوا دابا في يوليوز. العيد غنعيدوا في يوليوز. الناس اللي ما عيدوش يوليوز غادي نعيدوا لهم دابا، نعيدوا العيد الكبير، عيد الاضحى غنديروا في يوليوز. يخرجوا لنا عيد باش الناس يذبحوا، باش الناس يفرحوا، باش الناس يتعملهم البصيره ديالهم، باش يجي 23 شتنبر ويقولوا هاد الاحزاب داروا. دابا بلا حياه بلا حشمه، هما مازال ما سالتش الولايه ديالهم، ودابا تيتملصوا من الاشياء اللي تبناوها هاد الخمس سنين. دابا كيتملصوا، دابا تيقول لك الا نجحنا غادي نديروا لكم الاشياء اللي حنا كنطالبوا بها وما داروهاش. دابا تيقول غادي نديروها. يعني ردوا بالكم المغاربه، ردوا بالكم ورجعوا للخطابات ديال صاحب الجلاله نصره الله، الله يحفظه. رجعوا للخطابات ديالو وشوفوا كيفاش كان تيواجه المسؤولين وكيطلب منهم الجديه. خصكم تكونوا، قال لك العبد الحر، العبد بالدبزه والحر بالغمزه. الا كنتي حر راك تتفهم في الخطابات، حيت ما كاينش شي حوايج ما يديرهمش الملك. الملك تيخلي لكم. هذه هي الديمقراطيه. هادو انتخبتوا عليهم، صوتوا عليهم، خداو الاغلبيه، كيسيروا اغلبيه تيشكلوا الحكومه وتيتحالفوا مع الاحزاب اللي غادي يعطيو